الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب نكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما ان شاء الله، وكونوا على خير دايما بإذن الله. انا في حاجات كده جبتها هعرضها لكم النهاردة، ويا رب تكون ايه حاجات يعني مفيدة، وبعرضها لكم. يعني اي حاجة بجيبها والله بحب اعرضها لكم واقول لكم يعني ايه، زي ما احنا ماشيين بالخطوات ان احنا نمشي واحده واحده، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا جميعا. اول حاجه يا جماعه، المشتريات اللي انا جبتها، انا جبت الهاند بلندر ده الهاند بلندر ده اولا ليا انا مش ليها هي. عارفين دخلت رمضان والحاجات دي، فبيبقى الواحد بيحب يجدد كده يعني في البيت. انا ما عنديش هاند بلندر، انا قلت لقيته كده ولقيت عليه عرض فرانين فجبته. هو بس ما فيش غير اللي هو الموتور والمضرب، وطبعا الكوب المعياري ايه ده. فلقيت عليه عرض وقلت استغل يعني العرض اللي هو موجود، وانا كنت جايباه حوالي ب 450 جنيه. ده ب 450 جنيه. قلت حلو، هو ماركته يعني بلاك اند وايت. انا مع الماركه يعني حلو، انا جربته يعني مره وكده، فقلت اجربه الاول وبعد كده ايه اعرضه ان شاء الله. فجربته مره واتنين، هو حلو بيضرب حلو وكل حاجه، بس ايه، الماركه بتاعته هي بلاك اند وايت. هي ماركه حلوه برضو يعني مش وحشه. ده اول حاجه ايه النهارده في الايه في الحاجات دي. تاني حاجه يا جماعه، انا جبت ايه، دي بقى الحاجات اللي هي بتاعتها هي. ده طقم ايه، ده سوري، كاتل. ده كاتل يا جماعه، اهو الساعه بتاعته 1.8 لتر، وماركه جراند. وهو جبت البايركس، انا ما رضيتش اجيب اللي هو العادي، انا جبت الايه، البايركس. لان انا كنت مجربه العادي قبل كده كذا مره، اللي اتحرق مني واللي ده بتبوظ وده كله، فانا جربت اللي هو البايركس، فلقيته حلو وكمان صحي. فقلت اجيبه لها. ده هو برضو الساعه بتاعته كبيره مش قليله يعني. ده يا جماعه كنت جايباه حوالي ب 700 جنيه في عرض برضو. ده كان ب 700 جنيه في عرض. معلش مش عارفه ايه، انا كل الحاجات دي بطلعها لكم من الكراتين عشان ما اخدش وقت في تطليع الحاجه، فبطلع لكم الحاجه قبل ما ايه، قبل ما اعرضها. ده زي ما بقول لكم ماركه جراند اهو، حلو يا جماعه وكويس يعني اهو. دي حاجه من ضمن الحاجات اللي احنا ايه بنجيبها. تالت حاجه يا جماعه اللي هي ايه، آه القلاية الهوائية. دي القلاية الهوائية، دي قلاية يا جماعة. الماركة بتاعتها ايه، سيلفر كراست. سيلفر كراست. دي يا جماعة انا كنت جايباها برضو موصية عليها، حد جابها لي من بره. هي صناعة ألماني، يعني هي صناعة ألماني. والساعة بتاعتها 7 لتر. الساعة بتاعتها 7 لتر. برضو يا جماعة كان في حد جايبها ومجربها، فقال لي عليها حلو قوي. و... ولما لقيتها كده انا وصيت عليها وجبتها. انا برضو عملت عليها ريفيو، فما لقيتش حد يعني، هي مش موجودة هنا. مش عارفة هل موجودة في القاهرة ولا مش موجودة، بس انا جايباها من بره يعني. دي كانت توصية عليها، وواحدة برضو كانت جايباها وشكرت لي فيها وقالت لي ان هي حلوة. فانا قلت لها خلاص هاتي لي واحدة معاكي، فجابتها لي يعني. آه زي ما بقول لكم اهو، الساعة بتاعتها حلوة قوي. و وساعتها يعني كبيرة، شايفاها كبيرة يعني كويسة. وطبعا الحاجات اللي هي بتتعمل عليها، هي ده بقى طبعا انتوا عارفين يا جماعة دلوقتي القلاية الهوائية بقت من ضمن الحاجات اللي هي ايه دلوقتي، ايه اللي هي بتبقى مش الأساسية، بس كله بيجيبها دلوقتي، يعني العرايس كلها بتجيبها دلوقتي. فهي دي يا جماعة اهي. انا معلش مش عارفة اروح كده ولا كده، هي عكسة كل حاجة. فهي دي اهي، اهي يا جماعة، اهي اهي. آه ده برضو الكاتل اهو، والهاند بلندر. دي يا جماعة شوية ايه، شوية حاجات من الحاجات اللي انا ايه، اللي انا جبتها للامانة يعني يا جماعة. الهاند بلندر ده انا جايباه قريب، يعني جايباه قريب. لكن الكاتل والقلاية الهوائية لا، دول من زمان يعني، من حوالي بتاع 4 أو 5 شهور. وانا كنت شايلاهم برضو في مكان بعيد، فعبال ما جوني بقى فقلت اعمل لكم بيهم ايه، فيديو ان بالحاجات اللي هي بتبقى موجودة. انا دلوقتي الاسعار، دي كنت جايباها ب5500. 5500. هي سعرها غالي شوية، بس ايه يعني، انت عارفين دلوقتي برضو حتى الحاجات اللي طلعت دلوقتي هتبقى كده. يعني سوكاني كانت ب3 3 ونص من حوالي 6 شهور او 7 شهور، دلوقتي برضو عدت.
فهي كل الحاجة لما بتقعد انتوا عارفين كل ايه، الاسعار بتزيد. فانا جبتها، ويا رب تكون يعني كويسة بقى. انا اللي حد قال لي ان هي كويسة، عشان كده انا جبتها، ولقيته ان هو يقدر يجيبها لي فجبتها. اختي حبيبتي اللي هي قالت لي على موضوع طقم الالومنيوم اللي هو الدهان، الميجا فور ده، اللي هو نقط. يعني بتقول انا جبته وجبت حله منه من التوكيل نفسه، فالحله نقطت، وبتقول لي وحشه جدا جدا جدا، وانا رجعتها. انا للاسف انا كنت جايباه بقى لي طبعا زي ما قلت لكم بقى لي فتره، فمش هينفع ارجعه. يعني مش انا انت كنت جايباه من التوكيل ممكن، لكن انا ايه، موضوع ان انا ارجعه، ان انا طبعا جايباه من واحد، فمش هينفع ان انا ارجعه للاسف. والله انا مش عارفه يعني اعمل ايه، بس انا خلاص جبته يعني. في حاجات ساعات احنا بنجربها بتطلع مش كويسه، وساعات سبحان الله يعني ممكن واحد يجيب حاجه والتاني يجيب زيها، دي تنفع عنده دي ما تنفعش. فانا مش عارفه. انا جبته، فهي نصحتني نصيحة صحيح يعني حقيقي يعني، بس انا مش هقدر اتصرف، اعمل ايه؟ انا خلاص جبته. وكل اللي جربه برضو يا جماعة تاني، او حد يعرف ان هو جربه وعمل معاه كده برضو يقول لي، هل هتبقى هي يعني الوقت اللي انت جبت فيه كانت مثلا الحاجة دي يعني كانت الخامة بتاعته مش كويسة، او الله اعلم. انتوا عارفين دلوقتي الحاجة دلوقتي اسعارها غليت، وفي نفس الوقت الجودة بتاعتها قلت. يعني الحاجة غالية جدا والجودة بتقل، يعني الجودة كل ما بتروح بتقل. والحاجة سبحان الله يعني الحاجة غالية غالية يعني. فهنعمل ايه؟ ربنا المعين يا رب، وربنا يعيننا كلنا على التجهيزات ويقدرنا. انتوا عارفين الاسعار يعني راحت لمدى ما حدش يعني مش عارفين ان هتوصل لحد ايه، لحد امتى يعني، او هتوصل لحد فين. ربنا يعين كل الامهات يا رب، واللي بتجهز بناتها، واللي عندها عروسه خلاص هتتجوز. انا يمكن بجيب شويه كده وكده، بس الله يكون في عون اللي خلاص على الابواب وزواج، وربنا يرزق بناتنا بالازواج الصالحين يا رب ان شاء الله. ودي يا جماعه كانت الحاجات النهارده بتاعتي اللي انا عرضتها لكم. واي حاجه يا جماعه تكون في الماركات اللي انا بعرضها دي حد جربها برضو يقول لي. يعني مشكوره جدا الاخت اللي قالت لي على موضوع الحلل. فربنا يخليكم. وما تنسوش يا جماعة تعملوا لي اشتراك في القناة، وتعملوا لايك وكومنت، فضلا وليس أمرا يعني، فضلا وليس أمرا. الكومنت واللايك والاشتراك طبعا بيرفع من القناة. فأتمنى منكم يعني ان انتوا تعملوا لي لايك وكومنت للفيديو ان عجبكم يعني ان شاء الله، ونكون يعني خفوف عليكم بإذن الله. وربنا يعيننا ان شاء الله يا رب على التجهيزات. أرجو منكم يا جماعة الدعاء في الأيام الكريمة والشهور الكريمة المباركة لأهلنا في غزة، ربنا يزع عنهم الغمة، وربنا يرفع عنا البلاء والغلاء يا رب. وربنا يعيننا ويقدرنا ويقدر كل أب وأم بيجهزوا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش يا جماعة برضو تاني اللايك والاشتراك في القناة، فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.